كيف سيتصرف شوتا بعد أن غدرت به عائلة ليتو؟ وساكنة هي الأخرى هل ستصمت على ما فعله الذين تعتبرهم عائلة لها، أم أنها هي الأخرى ستدخل في دوامة الانتقام لزوجها وأولادها؟ هذه الأسئلة وأكثر نجيب عليها معكم في هذا المقطع. مرحبا بكم في قناة ليل، قناة توفر لكم مقاطع يومية لمشاركتكم بإعلانات المسلسل، التحليلات، التوقعات وكل ما يحدث في الكواليس. فلا تنسوا الاشتراك في القناة لتتوصلوا بكل جديد أول بأول، وكذلك فالإعجاب بالقناة يزيد من فرصة ظهور مقاطعنا الجديدة لكم على الصفحة الرئيسية لليوتيوب. والآن هيا لنفك شراعنا، وكالعادة لنصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، لم يتبقى إلا أيام قليلة لعرض الحلقة الجديدة من المسلسل، فما هي نسبة حماسكم للحلقة؟ شاركونا بذلك في التعليقات. أما بخصوص شوتا فصدمته الكبرى ستكون من فكرة وهو لا يثق إلا به في تلك العائلة، وبعد أن غدر به هو الآخر بقتله أبا زوجته فلا بد أنه سينسحب من خدمة العائلة وسينضم بشكل رسمي لخليل إبراهيم ليحاربهم، أي ليحارب عائلة ليتو بشكل رسمي وبلا اختباء. فهو أي شوتا ليس من النوع الذي سيبقى داخل العائلة ليكون جاسوسا أو ليسرب الأخبار للخارج، فمروءته لا تسمح له بذلك، وغضبه وحقده سيكونان واضحان من عيناه. أما ساكنة فقد توضح في الحلقة الماضية أنها كانت تنوي الغدر انتقاما لأولادها، لكن الآن مع غدرهم برشيد هو الآخر وكون الغدر من طرف فكرة الذي تعتبره ابنا لها سيتضاعف الحقد والضغينة، ولا يستبعد أن تهاجم فكرة بالمسدس، وإن كانت لن تستطيع فعلها، أي لن تستطيع إطلاق النار على فكرة، ومن المحتمل أنها هي ستبقى داخل العائلة وستسعى للانتقام من الداخل، لأنها تعلم أنها إذا تركت ذلك البيت لن تتمكن من فعل أي شيء لتنتقم. مشاهدينا الكرام، ما رأيكم في هذه التحليلات؟ لا تنسوا مشاركتنا بتحليلاتكم الخاصة في التعليقات. نهاية المقطع، إلى اللقاء.